هل عمرك حكمت على شخص من موقف واحد أو موقف معين وطلع حكمك غلط؟ احنا بنميل ان احنا اول ما نشوف شخص جديد ان احنا بنصنفه كنوع من انواع الحماية النفسية، ان احنا نقول الشخص ده ممكن يفيدنا او ممكن يأذينا، ممكن يمثل خطر علينا. ده طبيعي. لكن ان احنا نعمل حكم على الشخص، دي حاجة ربنا اصطفى نفسه بيها لوحده. ربنا قال ان الحكم الا لله. وعشان كده اما تيجي تحكم على حد اصلا مش هتقدر، لان انت عشان تحكم على حد حكم صحيح لازم تبقى عارف جميع التفاصيل بتاعت الشخص ده. انت لو شفت شخص اول مرة بيعمل موقف كويس، انت هتحط حكم ان الشخص ده كويس، رغم ان ممكن نفس الشخص ده قبل الموقف ده على طول عمل موقف تاني سيء. ولو كنت شفت الموقف السيء الأول كان ممكن حكمك يتغير تماما. غير كده، من ضمن الجزاءات السلبية للشخص اللي بيحط حكم إن هو بياخد نتيجة الحكم ده. بمعنى، هل حصل مثلا مرة إن حصل معاكي أو إن سمعتي حد بيقول مثلا جوزي بخيل، لكن نفس الشخص ده جميع الناس التانية من قرايب وصحاب بيتعاملوا معاه بيقولوا إن الشخص ده قمة في الكرم؟ ده بسبب الحكم اللي انت حطيتيه على الشخص، فانت بتستمدي نتيجة الحكم ده ليكي انت لوحدك. فبلاش نحكم على حد، دي حاجة ربنا اصطفى نفسه بيها، وفي نفس الوقت احنا مستحيل نعرف جميع الجوانب بتاعت الشخص. طب امال نعمل ايه؟ الشخص مكرم، الشخص بنفصله عن الموقف وبنتكلم على الموقف من غير ما نحط الشخص. وفي طريقة كويسة جدا ان انت لما تيجي تتكلم فيها تتكلم على انت حسيت ايه، مش الشخص ده ايه. كمثال، انا يا فلان حسيت في الموقف الفلاني ان انا ما تقدرتش كويس، ما حسيتش ان انا اتعاملت بكرم كفاية. مجرد ما تقول الطريقة دي، انت اولا ما بتهاجمش الشخص، ما بتقولش يا فلان انت بخيل. فبالتالي مجرد طبيعي ان حد ما يحصل عليه هجوم او اتهام زي ده هو بيقوم واخد موقف دفاعي ويبدأ يدافع عن نفسه، وممكن كمان يرد الهجوم: لا انا مش بخيل، ده انت اللي بخيل، ده انت اللي كذا وكذا. ودي في الاخر ما بتوصلناش لأي نتيجة احنا عايزينها. لكن الطريقة التانية اللي أنا قلتها اللي هي في الموقف الفلاني أنا حسيت بأن أنا كان ممكن أتعامل بكرم أكتر من كده، كان ممكن أن أنا أتقدر أكتر من كده، كنت هحب لو عملت كذا. ساعتها الشخص التاني بيبدأ يوضح، وغالبا بيحصل سوء تفاهم أو الشخص ما خدش باله. فما تحكمش على حد، دي حاجة ربنا اصطفى نفسه بيها، فما تتعداش على ربنا بحاجة مش بتاعتك. لو انت حبيت الفيديو ده اعمل سبسكرايب، واشوفكوا على خير.